المغرب من البلدان القليلة اللي عندها كل المقومات باش تكون من ضمن الدول المستقلة بذاتها. معادن طبيعية، ثروات سمكية، ثروات باطنية وموارد فلاحية. عدد من المميزات والإمكانيات اللي ممكن توضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة، لكن بسبب ضعف التعامل مع هذه الخيرات وتفشي الفساد والناب لم تغني عن بلد المغرب ثروتها الضخمة في أن تصبح دولة مكتفئة بذاتها، في حين أن البلاد عندها كل الإمكانيات باش تكون دولة اقتصادية على أعلى مستوى. وإلا درنا مقارنة ما بين المغرب وبعض الدول الأوروبية بحال بلجيكا، غادي نلقاو المغرب متفوق بزاف في الموارد الطبيعية، ولكن واخا هادشي كامل كتلقى في حال هاد الدول فايتيننا في أرقام المعاملات وهاربين علينا على المستوى الاقتصادي. وداكشي علاش في هاد الفيديو غادي ندويو على ثروات المغرب الضائعة وكيفاش من الممكن أن المغرب يولي من أكبر الدول في العالم على المستوى الاقتصادي. وغادي نبينوا بعض الخبايا اللي كتعلق بهذا الموضوع. باش تفهموا معايا الفيلم كامل خليكم معايا حتى الاخر، عطيونا لايك واشتراك، ما نطولش عليكم بزاف، مشينا. كيحتوي المغرب على ثروات طبيعية مهمة واللي من شأنها أنها تنقل المغرب من مصاف الدول التابعة إلى مصاف الدول المتقدمة. وإلا بغينا ندويو بالإحصائيات فكتوصل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة من مساحة المغرب ل 17.79%، واللي كيعادل 95 ألف كيلومتر مربع. هاد المساحة كتضاعف مساحة دولة بحال بلجيكا ب3 ديال الأضعاف. هاد المناطق الشاسعة كتمكن المغرب من إنتاج فلاحي مهم خصوصا في الحوامض الخضر والحبوب، ولكن للاسف النسبه الكبيره من هذا الانتاج كتمشي خارج البلاد، وهذا الشيء اللي كينعكس بشكل سلبي على مستوى جوده العيش. وعلى سبيل المثال فدوله بحال اسرائيل كتنافس المغرب في تصدير الحوامض والخضر، مع العلم ان المساحه الزراعيه في المغرب فقط كتجاوز اسرائيل بكامل حدودها. ولكن هذه الاخيره رغم ضيق المساحه كتعرف كيفيه اداره نشاطها الفلاحي، كتستعن بالتكنولوجيا والعلم باش تطور الانتاج ديالها وتزيد في الجوده ديالها. المغرب كيتوفر على ثروة كبيرة ومهمة وهي الفوسفات، بحيث أن البلاد عندها 75% من احتياطي العالم، وكيحتل المرتبة الثالثة في الإنتاج العالمي لهذه المادة بحوالي 29.5 مليون طن سنويا، واللي كيعزز خزينة الدولة بقيمة مادية كتوصل ل 14.49 مليون دولار. المكتب الشريف للفوسفات أو لوسيبي من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال، وهو المسؤول الأول عن إدارة الموارد الطبيعية اللي كاينة في مدن بحال خريبكا، بن قرير واليوسفية. هذه المناطق بالذات كتواجد فيها معادن من غير الفوسفات بحال الفضة والزنك والنحاس، وبسبب هذا البلان هذا كتعرف هذه المدن احتجاجات بشكل دائم من طرف السكان بسبب تفشي البطالة والمطالبة الدائمة بالعمل في مناجم الفضة والذهب والفوسفات. معدن الفوسفات بالتحديد ما كتستافدش منه الدولة بشكل كامل، بحيث أنها كتصدره كمادة خام للاتحاد الأوروبي وتم كدار ليه إعادة تدوير، وهذا البلان كيقلل من نسبة الاستفادة المادية للدولة. أما على مستوى الثروة السمكية فحدث ولا حرج، فأرض المغرب المباركة كتوفر على ثروة سمكية ضخمة، وكيملك المغرب 17 الميناء، وكتوصل نسبة الإنتاج ل 594 ألف طن سنويا، وهذه النسبة كتعادل 241 مليون دولار سنويا. المغرب كيتعد أكبر مصدر لسمك السردين في العالم، وكيحتل المرتبة 17 من أصل 25 دولة اللي كتصدر السمك في العالم كامل. ولكن كاين واحد التناقض عجيب في هذا البلان. كاينين بعض الدول المغرب اللي كيصدر لهم السمك، ولكن هما كيبيعوه بثمن أقل من الثمن اللي كيتباع به في المغرب. واليابان كمثال واللي كتستورد السردين من المغرب كتبيعه ب$1.5، في المقابل كيتباع في المغرب بضعف الثمن. ومن غير هادشي كامل المغرب كيضم ثروات كبيره، على الرغم من ان الفوسفات كياخذ الحيز الاكبر، وكتوزع هاد الثروات في بعض المدن اللي ما واخداش حقها، واللي كتجمع ما بين ثنائيه متناقضه هي الثروه والهشاشه. ومن هاد المدن كنلقاو ميسور، الناظور، ميدلت، زاكوره. هاد المدن بالضبط كيتعتبروا كنز لمجموعه من الموارد الطبيعيه بحال الفضة والزنك والنحاس. وهاد السكان اللي عايشين في هاد المناطق كيعانيو من بزاف ديال الامراض بسبب انهم كيحاولوا يستخرجوا المعادن بطريقه عشوائيه، وهاد الشيء اللي كيعرض حياتهم للخطر. الخلاصه من هاد الشيء كامل هو ان المغرب ماشي دوله فقيره، وعندنا بزاف الامكانيات باش نكونوا من ضمن الدول القويه واللي عندها الكلمه ديالها وكتمتلك السياده الاقتصاديه ديالها. خاصنا غير الكفاءات العاليه ونعرفوا نتعاملوا مع الخيرات اللي وهبنا الله. اما كرأي شخصي واستنادا لهاد المعلومات كامله اللي قلنا في هذا الفيديو، الثروات اللي كيمتلكها المغرب كفيله باش تخليه دوله مكتفئه بذاتها، وكيمتلك زمام الامور على المستوى الاقتصادي بدون تبعيه لنظام او سياسه معينه. وكنشوف باللي ما عندناش عذر باش
باش ننتقلوا من مصاف الدول المستهلكه الى مصاف الدول المتقدمه والمنتجه. هادشي اللي كان عندي اليوم، نتمنى يكون كيعجبكم المحتوى اللي كنقدم. ما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك وعطيونا الاراء ديالكم والاقتراحات في لي كومونتير. كان معكم سكانومان، نتلاقاو في الفيديو الجاي والسلام عليكم.